تفضلي كده يعني طول النهار قدام التلفزيون؟ قومي ساعديني اعملي معايا اي حاجه. وبعدين انت صغيره، ما تعملي انت كل حاجه. على الاقل ساعديني في عمل الاكل لما اخوكي يجي من بره. تعرفي تسندي ظهرك كده وتطلعي من دماغي؟ ايه الالفاظ دي يا نور؟ انا قلت اخوكي يكلميني عدل. يعني عايزاني اعمل لك ايه؟ اتحزم وارقص لك؟ لا بس تحترميني وتساعديني في حاجات البيت. انا عايزه اقول لك تعملي الاكل ازاي ويطلع كويس. انت كبرتي، ما فيش صغيره لسه. لا بس انا عايزه اعمل لك الطبخ وحاجه البيت. انت كبرتي مش صغيره. يو بقى انت زهقتيني. ايه صوتكم عالي. نور يا رامي، كل ما تعمل معايا حاجه مش عايزه تساعدني خالص في شغل البيت. ليه كده يا نور؟ ما تساعد سهيله. هو انا الخدامه بتاعتها؟ وهي كمان مش الخدامه بتاعتك، دي مراتي، مرات اخوك الكبير، واحترامها من احترامي، ولازم تكلميها عدل وبأدب وتسمعي كلامها غصب عنك مش بمزاجك، فاهمه؟ حرام عليك يا رامي، ليه كلمتها كده؟ انت كنت قاسي عليها قوي على فكره. عشان هي بتدلع، والمفروض انها كبرت وتعقل شويه بقى كده، كفايه دلع. طب عشان خاطر خش صالحها، مهما كان برضه اختك الصغيره ما ينفعش تزعلها كده. حاضر يا سهيله، حاضر. يا نور يا حبيبتي انا مش عايزك تزعلي، انا بحبك وخايف عليك، وسهيله كمان خايفه على مصلحتك، عشان خاطر اخوك تسمعي كلامها وما تزعلهاش. حاضر يا رامي، حاضر. ده مين اللي بيكلمني على الواتس ده؟ ده رقم غريب وبيقول لي اخبارك ايه؟ انا بخير. مين معايا؟ سهيلة جارتنا؟ خير يا استاذ سهيلة، نفسك تشوفيني وحشتك؟ ده انت عينك مني بقى من زمان، وعايزاني بكره اجي اشوفك؟ ازاي بس؟ طب فهميني اعمل ايه وانا اعمله. السلام عليكم. خير يا استاذ وائل؟ إيه، كنت عايز سهيلة. سهيله؟ حاضر يا سهيله. سهيله؟ ايوه نعم. استاذ وائل عايزك. خير ان شاء الله. انا ازاي ما كنتش واخد بالي منك من زمان بس؟ واخد بالك من ايه؟ انت عايز ايه؟ ازازة زيت اكل لو عندك. زيت اكل؟ لا مفيش والله. ما انا عارف ان مفيش. سلام، ابقى اجيلك وقت تاني. كان عايز ايه؟ ما اعرفش، بيقول لي عايز زيت بينزل يجيبها من تحت من الماركت. باين عليه مجنون، سيبك منه. يمكن جاي بحجه الزيت وجاي عشان عايز حاجه تانية، او يمكن مثلا جيش الامر عندنا في البيت. انا بقول مثلا يعني حتى لو كده انا بص الواحد زي ده انسي طبعا. انت حره، محدش يغصبك على حاجه. انا اقوم بقى اخد شاور.